الخير، عاملين ايه؟ وحلقة جديدة في برنامج خط الستة، كورة وبس. وكلام ملوش مفيش اي حاجة لها علاقة في البرنامج ده غير بالكورة والكلام في الكورة. طبعا انا كنت قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ان الحلقة اللي جاية بإذن الله هيبقى فيها شوية شغل عن التاريخ وشوية شغل بيقولوا قد ايه ان مدرب منتخب مصر ما بيحاولش يبدع او ما بيحاولش ان هو آه، يتعب نفسه شوية ويدور جوه الأندية ويطلع لاعبين تستاهل ان هي تلعب في المنتخب. آه، بس هي ملهاش علاقة بالمدرب بس، هي قاعدة اتخذت عن منتخب مصر. ان انت يعني خلينا نقول نسمي الحلقة كده، هي الاهلي، فرقة الاهلي والاتوبيس يا فندم. الاتوبيس ده هنبدأ بس كده نشرح لكم الموضوع ماشي ازاي. احنا عندنا من سنة 2010 مدربين كتيرة مسكت المنتخب. حسن شحاتة، أجيري كوبر، شوقي غريب فترة لا تذكر، آه، كيروش، حسام البدري، آه، يعني مدربين كتير. بس الناتج كان ايه؟ كان الناتج ان كل ما مدرب بيجي يمسك المنتخب بيحاول يشحن لعيبة من الاهلي على قد ما يقدر. لعيبة الاهلي مميزين. لعيبة الاهلي هم الفئة الاولى في مصر، الفئة الكلاس ايه يعني في مصر كلاعبين. بس هل 17 نادي في الدوري المصري بجميع السنين اللي فاتت، إن كان أندية شعبية أو أندية استثمارية، النادي ال 17 نادي مفهومش كل نادي مفهوش لاعب واحد يكون كويس في مركزه؟ ما يكونش الأهلي والزمالك باصين عليه؟ يعني وليكن مثلا هندي مثال نبسط الموضوع شوية. محمد ناجي جده. محمد ناجي جده قبل ما يروح الأهلي كان هو مضى وهو في المنتخب، ومضى للأهلي وهو في الاتحاد، فأصبح في عين الخبيرة حسن شحاتة. جابه من الاتحاد، بعد كده بقى اسمه لاعب في الأهلي، بس هو في الأساس انضم على أدائه في الاتحاد. الموضوع ده برضه حصل مع كيروش. استدعى محمد عبد المنعم، استدعى مروان حمدي، استدعى عمر كمال عبد الواحد، ودول 3 لعيبه ممكن يكونوا ما بيلعبوش في انديه اهلي او زمالك. احنا هنركز اكتر النهارده على المدربين وليه بيختاروا عدد معين من لعيبه الاهلي، برغم ان ممكن مثلا نتفق او نختلف في اماكن فيها لاعبين الاهلي والزمالك حاطين عينهم عليهم. يعني اللعيبه دي مميزه، فين مدرب المنتخب من الكلام ده؟ احنا هنبدأ مثلا في 2010 كان معانا حسن شحاتة. آه، كان بقى في الوقت ده كان عصام الحضري مشي، فاحنا هنتكلم عن القائمة ولعيبة الأهلي اللي كانوا موجودين في قائمة المنتخب في فترة حسن شحاتة في 2010. وائل جمعة، طبعا لا غبار عليه، أحمد فتحي، سيد معوض، أحمد حسن وحسام غالي وعماد متعب. أكتر من تلتين المنتخب لعيبة من الأهلي، وده بيترتب عليه ان انت بتلاقي ستايل لعب المنتخب قريب جدا من ستايل لعب الاهلي. المدرب ما بيحاولش ان هو يتعب نفسه. انا لسه هجيب لعيبه وابتدي اظبط اللاعب ده جنب ده، وابتدي اخليهم ياخدوا على بعض ويبتدوا يفهموا بعض وتحركات بعضيهم. لا، انا اجيب اشحن من الاهلي، حط الاتوبيس يا باشا قدام البوابه بتاعه النادي الاهلي، هاتلي اكتر عدد ممكن من اللاعبين. اللي بعد كده كان بوب برادلي. بوب برادلي بقى نفس الفكرة. برضو ماشي على نفس النهج اللي كان ماشي عليه كل المدربين بتوع المنتخب. خد شريف إكرامي اللي هو حارس كويس ممكن، لكن مش مميز، مش اللي هو ينضم المنتخب. حارس الأهلي، بس مش معنى ان انت لعبت في الأهلي ان انت تنضم للمنتخب. ما كانش حارس كويس، بس احنا عايزين نشحنه وخلاص. خد بعدها احمد فتحي ووائل جمعة واحمد شديد قناوي، اللي برضه لعيب مجتهد ولعيب كويس وانا بحبه على المستوى الشخصي، بس مش لعيب منتخبات. بس احنا عايزين نشحن،
عايزين ناخد اكبر عدد من الاهلي. وخد سعد الدين سمير برضو نفس الموضوع. سعد سمير لعيب كويس بس مش لعيب منتخبات. بتكلمش على الفترة دي، انا بتكلم على الفترة اللي طلع فيها سعد سمير. وخد بقى حسام عاشور وعبد الله السعيد ومحمد ابو تريكة. حسام عاشور برضو مش لاعب منتخبات. فاحنا كده بنتكلم على 3 4 لعيبة في اختيارات اللي هي اكتر من تلتين المنتخب. لعيبة من الاهلي انضموا للمنتخب عشان هما بس لعيبة في الاهلي. بعد بوب برادلي جالنا كوبر. طبعا كان في فترة لشوقي غريب انا مش حاسبها في الاعتبار، لان شوقي غريب مسك المنتخب شبه مجاملة. ما اداش، ما فيش نتائج، ما فيش اداء، ما فيش ابتكار. آه، هي الواسطة اللي عاملة لنا مشاكل بصراحة يعني. خلينا نتجنب الموضوع ده عشان الموضوع ده موضوع كبير ممكن نعمل له حلقة لوحديه. شوقي غريب و مين اللي بيعينه في المنتخبات ومين اللي بيحاول يساعده ان هو يبقى ماسك حاجة في المنتخبات. ممكن ينفع مع الأندية لأن ستايل لعب الأندية في مصر مختلف خالص عن المنتخبات. احنا قلنا جالنا كوبر بعد كده برضو خد شريف إكرامي اللي هو قلنا لا يستحق ان هو ينضم المنتخبات حتى في عز تألقه. خد أحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير برضو. يعني أحمد فتحي وأحمد حجازي في الوقت ده كانوا كويسين ومتألقين يقدروا يشيلوا المنتخب. سعد سمير لا. خد عبد الله السعيد ومروان محسن. مروان محسن ايه الانتاجيه اللي بيقدمها اللي كان بيقدمها مع الاهلي عشان يقدمها مع المنتخب؟ مفيش. بس احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان انت انضميت للاهلي فانت هتنضم للمنتخب. ليه؟ لان انت لعيب عالي، المفروض اتحسبت على ان انت لعيب عالي. بعد كده جالنا اجيري وده كان يعني مختلف شويه. ان هو ما كانش بيحاول يشحن لاعبين من الاهلي قوي. كان اغلبيه القوائم بتاعته اللي كان بيعلنها في المطوشه و... و... واداؤه مع من المنتخب ما كانش فيه غير 4 5 لعيبه دايما بيحاول يحطهم من المنتخب. ودايما لعيبه انا بشوف انها لعيبه 2 3 يستاهلوا والباقي ما يستاهلش. وليد سليمان في الفترة بتاعت كأس الأمم انضم مع أجيري. مروان محسن لا يستحق ان هو اصلا كان يلعب في الاهلي بقى ينضم للمنتخب زي ما قلنا في الفترة اللي قبلها. ايمن اشرف برضو نفس الموضوع ما يستحقش. ومحمد الشناوي اللي هو في الفترة دي كان متوهج. ورغم كده أجيري ما حاولش ان هو ياخد عدد لاعبين كبير من الاهلي. وده اللي كان بيميزه. نتفق او نختلف، المدرب اللي يدور جوه الانديه ويطلع لاعبين من الانديه. يعني عايز اقول لكم اللعيب ممكن يكون ما كانش يستحق في وجهه نظري برضه، بس هو في الفتره دي خد برضه احمد علي المهاجم من المقاولين كان بيلعب في المقاولين. كان واخد عمرو ورده وجايبه من اليونان. كان باهر محمدي كان واخده من الاسماعيلي. فاصبح في تنوع. انت عندك انديه كتير تقدر تاخد من كل نادي لاعب واتنين هتعمل مش قائمة منتخب واحدة، هتعمل 3 4 قوائم منتخب. طبعا بعد فترة أجيري جالنا حسام البدري اللي هو في رأيي أنا ممكن يكون الأداء هو اللي ما ساعدوش، لأن نتائج حسام البدري ما كانتش سيئة. نتائج حسام البدري كانت كويسة. وحسام البدري من نوعية المدربين تتفق أو تختلف. اللاعب المصري محتاج المدرب الشديد، المدرب اللي هو ما يضحكش في وشه، مدرب اللي هو يديله سنة خوف ان اللاعب يعمل اقصى ما عنده عشان خاطر ما يطلعش بره قائمة الماتش. فحسام البدري اقدر في رأيي انا رأيي الشخصي، وبرضه تقدر تقول لي في التعليقات تقول لي رأيك ايه في فكرة حسام البدري ان هو اتظلم او ما اتظلمش او يعني اتحرق ما خدش فرصته كويس. حسام البدري برضه كان ماشي بمبدأ اشحن الاتوبيس. خد محمد الشناوي، خد اكرم توفيق، دول لاعبين يستحقوا من انضمام المنتخب. ايمن اشرف وده صاحب فكرة ان ايمن اشرف يلعب مساك في الاهلي اصلا، فدايما بيحاول يثبت وجهة نظره. خد عمرو السولية. عمرو السولية كويس ولعيب هايل وستايله كويس
ويقدر يمشي الدنيا ويقدر يوجه زمايله، بس في الاهلي مش في المنتخب. خد حمدي فتحي وخد حسين الشحات، لعيبه برضو تستاهل تنضم. صلاح محسن ليه؟ عشان هو في الاهلي. قفشه ومحمد شريف برضو نقدر نقول يعني قفشه مفيش اي عطاء بيقدمه ولا مع الاهلي ولا مع المنتخب، بس انضمامه عشان خاطر هو في الاهلي. واساسا اساس الكلام خالص ان قفشه يستمر في الاهلي برضو مترتب مش عشان هو اداؤه عالي، عشان بس الجون اللي كلنا يعني بنحب نتكلم عليه اللي هو القضية. هو ده اللي خلى قفشه يستمر. قفشه لو ما كانش جاب الجون ده مثلا كان حد تاني هو اللي جاب الجون، قفشه كنت سنة سنتين مش هتسمع اسمه تاني في الاهلي، لان الاداء متواضع، مش ده الاداء بتاع صانع العاب او لاعب رقم 8 في النادي الاهلي. بعد كده جالنا كيروش. فترة كيروش كانت فترة كويسة، بس كيروش كان في ناس كانت بتقول لك ده معتمد على القماشة، وقماشة المنتخب ضعيفة، واحنا اللعيبة اللي عندنا ضعيفة. آه لا، احنا اللعيبة اللي عندنا مش ضعيفة، احنا اللعيبة اللي عندنا مستواها كويس، بس محتاجة مدرب هجومي. ما ينفعش تجيب لي مدرب دفاعي يمسك المنتخب. كروش كانت فترته مميزة في حاجة ان هو كان دايما بيحاول يدور جوه الأندية اللي غير الأهلي والزمالك ويطلع لاعبين مميزين. يعني محمد عبد المنعم مثلا مشي من الأهلي وكان إعارة في فيوتشر، وهو بعينه خبيرة راح جاب عمر كمال عبد الواحد. لا مدرب جاب مروان حمدي مهاجم كويس جدا. برضو دي تفكيرات المدرب، والمدرب نفسه عنده عين كويسة، مش بيختار مجاملات، بيختار لاعبين. الكلام ليه كافيتوريا، بيختار لاعبين جيدين، مفيش مجاملات. كان واخد محمد الشناوي، كان واخد أكرم توفيق، أيمن أشرف، وده طبعا اتكلمنا عليه ممكن يكون ده كمالة عدد، لكن عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف. لو خدنا بالنا لعيبة الأهلي 5 لاعبين أو 6 لاعبين في المنتخب في الفترة دي، برضه عدد كبير، بس تأثير لعيبة الأهلي اللي كانوا بيلعبوا في المنتخب أساسيين العدد ما كانش كبير، العدد ما كانش عالي، واخدهم لخبراتهم لأدائهم. بس جوه المباراة، أي مباراة ما كانوش، كان العدد بيبقى بتاع لعيبة الأهلي ما بيبقاش عدد كبير. ليه؟ لأن هو مختار بعينيه، مش بيختار بورقة جاياله ده لازم يروح المنتخب، ده لازم يلعب وانت مضطر ان انت تلعبه. بعد فترة كروش طبعا جينا لفترة روي فيتوريا، ودي الفترة اللي احنا اتكلمنا فيها وعملنا حلقة في الظلم اللي حصل على بعض اللاعبين. طبعا ربنا أراد ان الظلم ده يترد شوية، وحصل بعض الإصابات، وفي لعيبة خرجت وفي لعيبة رجعت. فيتوريا اختار من الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، محمد هاني وإمام عاشور، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا. لاعبين لو خدنا بالنا كلهم 7 لعيبة، 7 لعيبة من الأهلي كلهم يستاهلوا ينضموا للمنتخب. طبعا كان ياسر ممكن ينضم للمنتخب. حصلت الإصابة بتاعت أسامة جلال وانضم ياسر للمنتخب، فأصبح في 8 لعيبة من الأهلي. حصل في نفس اليوم ان احمد نبيل كوكا اتصاب فخرج ودخل بداله مهند لاشين، فرجع تاني العدد ل7 لاعبين من الاهلي. يعني ملخص حلقتنا ان ما ينفعش مدرب يجي للمنتخب يحاول ان هو يلم لعيبه الاهلي انت لما بتاخد العدد ده كله انت بتحط بتعمل اسلوب لعب، بتنقله كوبي بيست كده، بتحطه من لعيبه الاهلي بيحطوا نفس الاسلوب بتاعهم في اللعب في المنتخب. ليه؟ لان انت واخد 7 متعودين على ستايل لعب معين، على طريقه لعب معين مع مدرب معين، انت بتاخدهم كلهم كده شربط وتقوم حاططهم في الملعب وتحط معاهم 2 3 لعيبه محترفين، فاصبح هتحس ان الصبغه بتاعت اللاعبين في الملعب انت تحس ان الاهلي هو اللي بيلعب مش المنتخب. دي مش حاجه وحشه،
بس دي في نفس الوقت مش شخصية المنتخب. المنتخب ده فريق بيمثل بلد، فريق بيمثل بلد، يعني غير النادي خالص. النادي بيلعب باسم البلد وكل حاجة، بس النادي في الأول في الآخر هو نادي، مش مطالب إنه يسعد الشعب كله، لكن ده منتخب مطالب إنه يسعد الشعب بجميع فئاته، اللي بيشجع كورة، اللي بيفهم كورة، اللي ما بيفهمش كورة، اللي عايز يفرح، اللي عايز يشوف الفرحة. في الختام أتمنى إن إحنا لما نجيب مدربين منتخب نحاول نوصل لهم ان، او نحط شروط. ليه ما نحطش فكرة ان احنا نحط شروط لمدرب المنتخب ان اللي يجي يا جماعة ما ينفعش اقصى حاجة تاخد لي من اي فريق تاخد 2 لعيبة بس. ده هيعمل هيوسع القاعدة. ده هيعمل ان اي لعيب في اي فرقة تانية هيبقى عنده طموح ان هو يظهر، هيبقى عنده طموح ان هو يلعب. مش هيبقى كل طموحي انا وانا بلعب مثلا في نادي زي فاركو، او بلعب في فيوتشر، او بلعب في الداخلية، او بلعب في اي نادي من الاندية اللي في المستوى التاني والتالت في الدوري، ان انا اروح الاهلي او اروح الزمالك عشان انضم للمنتخب. لا، انا ممكن افضل في مكاني وانضم للمنتخب. لكن انت كده حطيت قاعدة ان انت بتلعب في الاهلي، بتلعب في الزمالك، انا هاخدك حتى لو كان اداك وحش، انا هاخدك حتى لو مش هفكر في بقية الأندية. طب انت كمدرب بتتفرج على ماتشات الأندية ليه؟ بتبعت ناس تتابع ماتشات الأندية ليه وانت ما بتضمش حد من بره الأهلي والزمالك، وبنسبة كبيرة الأهلي؟ طبعا ده متنافي خالص مع اللي عمله فيتوريا، اللي واخد 7 لعيبة من بيراميدز، اللي هو أصلا أداؤه متذبذب جامد دفاعيا وهجوميا وخط النص وحراسة المرمى. ورغم كده روي فيتوريا واخد 7 لاعبين من بيراميدز. أتمنى في الختام إن ربنا يوفقنا في البطولة الجاية ونقدر نرفع راية منتخب مصر وراية بلدنا في كأس الأمم أفريقيا لينا. في الختام أتمنى ما أكونش طولت عليكم. سلام.